تخيل ان انت شغال في مصنع لإنتاج السيارات، وكان في مشكلة، وهي ان معدل الإنتاج اليومي في الربع الحالي اقل من الربع السابق بنسبة ملحوظة، وان انت الشخص سعيد الحظ اللي الإدارة كلفته انه يشوف ايه سبب المشكلة دي ويحلها، وانت وعدت بدراسة المشكلة وانك تلاقي حل ليها. لا، وكمان بتعلي على نفسك وتعهدت انك هتزود معدل الإنتاج اليومي عن الربع السابق كمان. والسؤال دلوقتي، هل في طريقة مضمونة تقدر من خلالها تعمل كده؟ ولا دي هتكون نهاية مسيرتك المهنية في المصنع ده؟ السكس سيجما بتديلك الأدوات اللي تساعدك، واللي هتلاقي فيها الطرق والتكنيكس اللي تعرف توصل من خلالها لأسباب القصور في الإنتاج، وإزاي تقدر تحسن وتطور كمان. منهجية السكس سيجما اتقدمت لأول مرة في الثمانينات عن طريق مهندس اسمه بيل سميث، كان شغال في شركة موتوريلا، ومن وقتها انتشرت واشتهرت على مستوى العالم. السكس سيجما بتهدف إن هي تقلل من الوقت، الأخطاء والعيوب، التباين أو الفاريابيليتي أو نسبة الاختلاف في المنتج النهائي، وإن كلهم يكونوا بنفس الدرجة من الكواليتي. في السكس سيجما بنهدف أن عدد الأخطاء أو الديفكت اللي ممكن تحصل في المنتج أو في عملية الإنتاج لا تتخطى 3.4% لكل مليون احتمال أو فرصة لحدوث الخطأ ده، يعني تحقيق مستوى عالي جدا من الجودة. وطبعا ده هينعكس على زيادة رضا العملاء وولائهم، وهيكون ليه تأثير إيجابي كبير جدا على معنويات الموظفين. في منهجية السكس سيجما هنستخدم معادلة بتقول Y بتساوي F of X. Y دي النتيجة أو الحاجة اللي بتوصل للعميل، ودي اللي بيكون ليها معطيات أو inputs زي المادة الخام والعمالة والبروسيس وخطوات العمل، الدوكيومنتيشنز أو المستندات والورقيات اللي بتستخدم، وهي دي الإكسز. المهم هنا هو إننا نعرف إيه هي الإكسز اللي عندنا، وندور على أفضل فورميولا نقدر من خلالها نحصل على أفضل نتيجة أو واي. منهجية السكس سيجما ليها استراتيجيتين أساسيين، وهما ال DMAIC وال DMADV. في ال DMAIC دي هي ال Define، M Measure، A Analyze، I Improve، و C Control. نبدأ بأول حاجة وهي ال Define. هنبص على العملية الإنتاجية بشكل كلي، ونحاول نحدد المشاكل الموجودة واللي محتاجين نشتغل عليها، وإيه الفرص المتاحة عشان نقدر نحسن ونطور، وإيه المطلوب منك بالظبط عشان تحققه. يعني في المثال بتاعنا انت لقيت ان المحطة اللي على خط الإنتاج اللي بيتم فيها تجميع ملحقات الأبواب بتاخد وقت أكتر من المحطة اللي قبلها واللي بيتم فيها تركيب الأبواب، وده بيخلي إن في وقت انتظار غير مستغل في المحطة اللي بعدها. ولاحظت إن في نسبة من العربيات بترجع من الكواليتي عشان مساحات الزجاج الأمامي مش بتشتغل بشكل سليم. تاني حاجة وهي ميجر. بنشوف وبنقيس أرقام الإنتاج والإحصائيات والكي بي آيز اللي ليها صلة بالوضع الحالي القائم. يعني مثلا عدد العربيات اللي بيتم إنتاجها يوميا، كام عربية بتخرج من محطة تجميع الأبواب، وقت الانتظار في المحطة اللي قبلها والمحطة اللي بعدها، كام عربية بيتم تركيب مساحات الزجاج الأمامي ليها كل يوم، وقت تركيب المساحات في كل عربية قد إيه، في كام محطة بيتم عليها تجميع الأبواب وكام محطة بيتم فيها تركيب المساحات، نسبة الأخطاء أو الديفكتس اللي بتحصل في مساحات الزجاج بشكل يومي، وهكذا. وبعد كده Analyze. هنا بيتم التحليل أو الفحص، هتحاول تعرف إيه هي أسباب الديفكتس وليه بيكون في تباين أو variation. أنت لقيت إن تركيب الأبواب بيتم عن طريق روبوت، وإن المحطة بيكون فيها عامل واحد، ولكن مرحلة تجميع ملحقات الأبواب بيكون العنصر البشري ليه دور كبير فيها، وإن المحطة بيكون فيها 2 من الفنيين، واحد بيشتغل في كل جنب، وإن تركيب مساحات الزجاج بيتم عن طريق 4 محطات، وإن العربيات اللي بترجع من الكواليتي بتكون خارجة من محطة واحدة بس فيهم. ولقيت إن العربية بتفضل تتحرك على خط الإنتاج متعلقة طول الوقت، وده لأن العجلات بتركب في المحطة الأخيرة. بعد كده Improve.
هنا بقى جه دورك عشان تحط التاتش بتاعك وتبدأ تعمل تعديلات على خط الإنتاج. فأنت هتزود 2 من الفنيين في محطات تجميع الأبواب، هتحط واحد زيادة في كل جنب عشان يشتغل بارل مع زميله في نفس الجنب، ويتم تجميع ال4 أبواب في نفس الوقت، وبكده انت هتكون تقريبا وفرت نص الوقت. هتعمل صيانة للروبوت اللي بيركب مساحات الزجاج في المحطة اللي كان بيطلع منها معظم المشاكل، أو توقف العمل في المحطة دي لحين الانتهاء من الصيانة. هتقوم بتركيب عجلات السيارة بمجرد الانتهاء من تركيب الأجزاء الميكانيكية، وده هيخلي حركة هيكل السيارة أسهل وأسرع. وأخيرا كنترول، المراقبة والمتابعة المستمرة للتعديلات اللي انت عملتها، وتراقب النتيجة بشكل دوري على مدار الفترة اللي جاية. في المثال بتاعنا انت قدرت بعد التعديلات اللي انت عملتها انك تحل المشاكل اللي كانت موجودة، وقدرت انك تقلل فعلا من وقت الدورة الانتاجية، وان المصنع يقدر ينتج عدد من السيارات اكتر حتى من اللي كان بينتجه قبل كده. اسلوب ال DMAIC من اهم واكتر المنهجيات استخداما على مستوى العالم، واللي بيهتم بمستوى الجودة والتطوير وتحسين المنتج. المنهجية التانية وهي DMADV، ودي شبيهة جدا بالمنهجية الأولى، ولكننا هنا هنبدأ نقدم منتج أو خدمة from scratch أو من البداية خالص، وأحيانا بتسمى بال DFSS أو Design for Six Sigma. في منهجية ال DMADV دي هي ال Define، M Measure، A Analyze، D Design، V Verify. ودلوقتي تعالى نتخيل مرة تانية إن المصنع بتاعنا بيقرر إنه يبدأ خط إنتاج لإنتاج السيارات الكهربائية، ونبدأ مرة تانية نطبق خطوات المنهجية بالترتيب. Define، هتشوف إيه المطلوب أو إيه اللي العميل ممكن يكون محتاجه في العربية الكهربائية، يعني هتدور على كل الانبوتس اللي ممكن تخلي العربية الكهربائية دي تبقى ناجحة، وده بيكون عن طريق الكاستمر انبوتس، ودي ممكن نقول عليها voice of customer، ودي ممكن نحصل عليها عن طريق interviews أو مقابلات مع العملاء، focus groups أو حلقات نقاش مع العملاء، questionnaires أو نماذج استطلاع رأي. وممكن برضو الانبوتس دي نجيبها عن طريق الاندستري ريسيرش أو الأبحاث والدراسات في الصناعة دي، وممكن برضو عن طريق إننا ندور على البنشمارك في المجال ده أو الشركات الرائدة واللي بتتصدر الصناعة دي، ونحاول إننا نقلدهم ونمشي على خطاهم. فبنلاقي مثلا إن المطلوب إن سرعة العربية تقدر توصل ل 150 كيلومتر في الساعة، وإن العربية تتشحن في وقت مش كبير، وتقدر تمشي مسافة كبيرة بالشحنة الواحدة. الخطوة التانية وهي measure، بتاخد متطلبات العملاء اللي انت جمعتها في الديفاين فيز وتحاول تاخدها في الاعتبار وانت بتحط السبيكس بتاعت العربية. يعني مثلا ان السرعة القصوى للسيارة تكون 150 كيلو، وان وقت الشحنة الكاملة للبطارية يكون 9 ساعات، وان العربية تقدر تمشي مسافة لا تقل عن 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة. بعد كده Analyze، تبدأ تدرس وتحلل وتفكر ازاي تقدر تحقق السبيكس اللي انت حطيتها دي بأفضل الطرق. يعني مثلا ازاي تقدر تأمن وجود بطارية بسعة كبيرة زي دي في العربية، او انك تحاول تستعين بمعادن خفيفة زي سبائك الألمنيوم في هيكل العربية عشان تقلل الوزن وتقدر توصل بسرعات كبيرة. وبعد كده ديزاين، بتراجع اللي انت وصلت له في الانالايز فيز، وتبدأ في التصميم والرسومات للمنتج وخط الإنتاج وعمليات التشغيل. وأخيرا Verify، هتشوف هل المنتج النهائي حقق فعلا المتطلبات اللي انت كنت عايزها، وتاخد فيدباك من العملاء وتشوف مدى رضاهم. وهو ده المقصود بال DMADV. ال Six Sigma ميثودولوجي حققت نجاحات كبيرة جدا في مختلف الصناعات والمجالات اللي طبقت المبادئ بتاعتها.
في منهجية تانية لا تقل أهمية، وهي اللين، واللي الهدف منها هو التخلص من أي جزء في العملية مش بيضيف قيمة أو فاليو للعميل، يعني الوصول لنتيجة أفضل بوقت ومجهود أقل. فلسفة اللين نشأت في الصناعة اليابانية، وبالأخص في تويوتا، وانتشرت بعدها على مستوى العالم في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، وتم دمجها مع السكس سيجما للجمع بين المزايا الموجودة في الاتنين، يعني الجمع بين الجودة العالية والسرعة في التنفيذ، وبقى اسمها لين 6 سيجما، واللي بتعتبر فعليا أفضل أداة للتطوير والجودة. ودي بقى اللي هتكون موضوعنا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.